السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم جوهرة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طبق مغربي أصيل اللي ما كيخطا حتى شي دار يوم الجمعة، اللي هو الكسكسو. غادي نشاركو معكم بالسميدة وبطريقتي، السميدة اللي كتجي لذيذة وطريقتها سهلة وبسيطة، وكتجي خفيفة كتكون خفيفة على المعدة وعلى الهضم. بالنسبه للناس اللي كيضرهم الكسكسو العادي فكنصحكم تجربوه بالسميده، راه فعلا كيجي روعه. وطريقته غادي تكتشفوها معايا، راها سهله. نتمنى تفاعلوا معنا الفيديو باللايك ديالكم وبالبارطاج في مواقع التواصل مع احبابكم ومع الاصدقاء. وبالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه ديالي، فنتمنى يشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما يتوصلوا بالجديد. ونخليكم دابا مع الفيديو، فرجة ممتعة. ونبداو بسم الله على بركه الله. غادي ناخذوا واحد القصعه اولا واحد القصريه ونوضعوا فيها. انا عندي هنايا كيلو الا ربع ديال السميده. نتوما ديروا الكميه على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب الرغبه. السميده خصها تكون غليظه، ماشي السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. هاد السميده ديال الكسكسو راه كتباع في الحوانت كاملين، راه موجوده. غادي تقولوا لي يعطيكم السميده الغليظه ديال التفور، غيعطيها لكم. كنبسبسوها بالزيت، واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون يكون احسن. بغيتو ديروا زيت نباتيه فممكن. كندخلوا هذيك الزيت مزيان في داك الحبيبات ديال السميده وكنوضعوها في الكسكاس. انا الكسكسو كنديرو في طنجره الضغط، ممكن نتوما ديروه في البرمه يعني ديروه غير في البرمه وفوق منه الكسكاس. انا تنفضل نديرو في طنجره الضغط، خاص ملي كنكون مزروبه فدغيا كيوجد عندي. غير هو هاد السميده ديال الكسكسو راه كتحتاج شويه تصفوار، خاصها 3 ديال التصفويرات. نتوما غادي تتبعوا معايا وتشوفوا الطريقه، طريقه سهله. المهم في الاول انكم ما ديروش الماء، ماشي بحال الكسكسو، هي غير في الاول كنديروا غير الزيت وصافي وكنردوها تفور. هنا بالنسبه للكسكسو كناخذ اولا المرق ديال الكسكس. كناخذ اللحم، كميه من اللحم اولا الدجاج اللي عندكم ولا اللي بغيتو. كنشلضوا واحد البصله كبيره، ماشي ضروري تديروها رقيقه. وكنديروا التوابل اللي هي الملح، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، واحد دويمه ديال شويه ديال دويمه ديال السمن، اولا لا عندكم السمن يكون احسن. انا كنديرهم بجوج. وكندير الزعفران، وكنقلي مزيان هذيك اللحيمه، كنقليها مع داك البصله وزويته. الزيت كنخلط، كندير زيت زيتون مع زيت المائده، كيتشحروا مزيان. ومن بعد كنضيف مطيشه محكوكه، واحد 3 الحبات كبار محكوكين. بغيتو غير تقطعوهم ماشي مشكل، المهم انا كنفضل تكون هكذا بهذه الطريقه محكوكه. وصافي كنزيدو عاوتاني نخليوها تشحر غير واحد شويه، ونوضعوا داك باقه ديال القزبر المعدنوس كيكون كتر. وتنمرقوا بالماء غليان. وكنديروا داك الحمص، واحد الكميه ديال الحمص، واحد زليفه صغيره. الا عندكم الفول حتى هو كيجي مزيان في الكسكسو. تنغلقوا طنجره الضغط حتى كيطيب داك اللحم، يدخلوا الطياب بشويه، واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. بالحق الا كنتو غديروا الدجاج، فالدجاج راه دغيا كيطيب. يعني كديروا معاه خيزو واللافت وداك ليشو ولا المكور. انا اللحم حيت كيحتاج شويه طياب فكنخليه يطيب وحديته مع داك الحمص. عاد كنضيف ليه الخضره. هنايا ها هو السميده، او هي السميده من بعد ما تفورات كتفور. بالنسبه للوقت كتحسبوا واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه باش طيب مزيان. وديروا لها غير 3 تصفيرات. اما كاينين الناس اللي كيديروا لها 4 ديال التصفيرات، ولكن بزاف هي 3. الله يجعل البركه كما كنقول، الله يجعل البركه. غير هو خصكم تخليوها يعني طيب على خاطرها تفور اقل حاجه 20 دقيقه. المهم هي من بعد ما كنرجعها في القصعه، كنبقى نرش شويه الماء، كنكثرش الماء. عندي هنايا في الاول غير واحد الكاس صغير، كنبقى نكب غير شويه، نرش غير بشويه بشويه. وانا كنحل داك الكويرات بشي هكا بشي مغرفه ديال الخشب، اولا بهذيك الطراب اليدوي حتى هو كيجي مزيان، كيحل هذاك كسكسو ولا السميده.
لانه كيكون سخون فما يمكنش ندير يديا من الاول. حاولوا تحلوه غير بحال هكذا صافي. من بعد ما كيدخل هذاك الماء كنضيف الملح كندير المهم شويه ديال الملحه. وهنايا السر باش كتجي لذيذه هاد السميده كنضيف ليها واحد كاس ديال سميد او عفوا طحين ديال الذره، الدقيق ديال الذره، ماشي السميده ديال الذره وانما الطحين ديال الذره اللي كنحضروا به باداز كنضيفو كيجي زوين بزاف. وراه ما كتجيش باينه نهائيا، ما كتجيش باينه، ولكن كيجي المذاق ديالو المذاق ديالها زوين مع السميده. غير جربوه بهذه الطريقه ان شاء الله غادي يعجبكم، غتوليو دائما كتعتمدوا هذه الطريقه. هنايا من بعد ما غادي نرجعوا السميده تفور المره الثانيه غادي نفتح على طنجره الضغط الحمايه يلاه دخلها الطياب. غادي نضيف خيزو او الجزر اللفت والمكور صافي. نغلق عاوتاني طنجره الضغط حتى نحس به واحد 15 دقيقه هكذاك، لان نتوما كتعرفوا طنجره الضغط دغيا كطيب صافي. ملي كنفتح عليها المره الاخيره كنضيف التوابل ونضيف القرعه الحمراء وكذلك القرعه الخضراء او الكورجيت وصافي. لو بغيتو ديروا شويه شي حبه ديال البطاطا بالاخص اللي عنده الوليدات اللي عندها الوليدات الصغار فضيفوا حتى البطاطا. بالنسبه ها هو كسكسو من بعد ما تفور المره الثانيه كنعاود نحلو بنفس الطريقه ديال المره الاولى. كنحاول نحلو مزيان باش ما يبقاوش هذوك الكويرات ودوك الحبيبات. المهم هي هاد السميده حاجه وحده ننصحكم بها، يعني ما ترشوش او ما تكبوش الماء دفعه واحده باش ما تعجنش ليكم. هي خاصها يعني غير بشويه عطوها الخاطر صافي. هنا كديروا الماء هو الماء هنا درتو في المره الثانيه درتو شويه سخون غير واحد تقريبا نص كاس كنبقى نرش بحال هكذا وكنرجعها عاوتاني للكسكاس تفور. بالنسبه للبرمه اما ديروا قشور ديال المطيشه باش ما تكحلش ليكم ولا شي قطيرات ديال الحامض صافي. هادشي اللي كاين باش ما تكحلش ليكم. هنا نتوما كتشوفوا راه بدات كتطلع فيه الفوره داك البخار هو طالع. غنزيدوا غير واحد شويه وعاوتاني نرجعوا للقصعه. راه خليته داز هنا راه شي 25 دقيقه ولا حتى نص ساعه. المهم نتوما عينكم ميزانكم. كنعاود هذه المره هذه التصفيره الثالثه كنحل عاوتاني بواحد نص كاس ديال الماء يكون سخون شويه. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله راه كل حبه على حبه يعني تحل ويعني كتجي زوينه طابت. هنايا خصني نزيدها غير هاد التفويره الاخرى غتكون واجده معنا. كندير شويه ديال زيت الزيتون وزبيده ولا وديروا السمن حتى هو السمن انا ما كانش متوفر عندي درت غير شويه في المرق. نتوما ديروا في هاد السميده كيعطي طعم زوين. انا اكتفيت فقط بالزبده وزيت الزيتون صافي. وكنبدا نزيد عاوتاني نتوما كتشوفوا تبارك الله راه يعني جا يعني ما تعجن ما تكور ما حتى شي حاجه. كتجي غزاله هاد السميده غير جربوها انا متاكده غادي تعجبكم صافي. وكنرجعوها في الكسكاس. هنايا غادي تفور المره الاخيره والمره الثالثه نخليها شي 20 دقيقه وصافي. غيكون واجد الطبق ديال الكسكسو. تشوفوا معايا تبارك الله كل حبه مفصوله على الحبه الاخرى كيجي زوين صافي. هنايا راه غادي نسقي غادي ندير المريقه هنا راه طابت بعد ما ضفت داك الخضره اللي بقات ديال القرعه الحمراء والقرعه الخضراء والبطاطا. ولا بغيتو ديروا شي مزيوده ديال الحار بالنسبه اللي كيبغي الحار. وهنا كنوصلوا لمرحله التقديم. هانتوما كما كتشوفوا كنسقيه بمريقه اللي هي خاطره وبنينه وكنستف هذيك الخضيره واللحم الوسط كما كتعرفوا كل وحده والطريقه ديال طريقتها كيفاش كتسقي كسكسو. المهم المذاق راه ما نعاودش لكم جا خطير جا واعر. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الطريقه ديال الكسكسو بالسميده. كيستحق التجربه وكيجي زوين ومن غير هذا الشيء راه كيجي خفيف على المعده ما كيضرش نهائيا.
وبالصحه والراحه. ما تنساوش قبل ما تخرجوا من لا فيديو تخليو ليا واحد لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.